لماذا ظل المجلس المحلي لمحافظة الحديدة ملتزما الصمت حين نهبت أراضي المواطنين البسطاء، وتحرك اليوم حين تم الاعتداء على مطار الحديدة؟ إذن لم يعد الأمر مجرد حديث عن مسلسل نهب الأراضي بالحديدة، فالمأساة طالت نهب أراضي المطار الذي أصبح مهددا بالتوقف في حال استمر نهب الأراضي بداخله. هذا الأمر سيؤدي إلى فتنة. نحن في هذا الموقف نأمل أن نتخذ عدة خطوات. إذا كان كل معسكر أو كل كتيبة أو كل أخذت ماذا، فهذا معنى انفلات وهذا ضياع. وهنا هذا مطار الحديدة الدولي وليس المحلي. ولأن الأمر خرج عن نطاق السيطرة، دعت السلطات المحلية بمحافظة الحديدة الشخصيات الاجتماعية والعلماء وقيادة الأحزاب السياسية والتجار للوقوف بجدية أمام خطر يحدق بمطار الحديدة. أما بالنسبة للمرافق الأخرى التي تم التعدي عليها الانتهاء من قبل العسكريين في اللواء 67 ودفاع الجو والشرطة الجوية، تقريبا في هناك طرف يريد أن يثير فتنة. تم فتح مخازن الدولة في المطار وتسريح بعض الأفراد والضباط. المشاركون في اللقاء التشاوري طالبوا بإقالة قيادة السلطة المحلية لعجزها وصمتها عن نهب الأراضي بالحديدة حتى تفاقمت المشكلة. أنا أرجو من هذا الاجتماع أن ينتهي أيضا نهاية جميلة جدا باستقالة جماعية للمحافظة والمجلس المحلي، لأن هذا هو المطلب الحقيقي. نريد أن تطلع قيادة شعبية تبدأ من الحديدة، ونقول أن تكون هناك حركة استقلال لا انفصال للحديدة، استقلال في الرأي، استقلال في المال، استقلال في المشاريع. تعددت الشكوى وتنوعت الصرخات، وجميعها تؤكد أن نهب الأراضي حين يصل إلى داخل مطار الحديدة فالأمر يستدعي تدخل رئاسة الجمهورية وحكومة الوفاق لإيقاف قادة عسكريين يشعلون فتنة داخل المطار. فأنا أضيف مقترح إلى المقترح الأخوة الذين سبقونا جزاهم الله خير. لماذا ما نرفع برقية عاجلة من هذا المكان إلى القيادة العليا السياسية بتغيير هؤلاء الأفراد واستبدالهم بأفراد آخرين لا عندهم شبق على أراضي ولا عندهم طمع في أراضي. اللجنة الأمنية انتهت مهلتها لإنذار ضباط وجنود من اللواء 167 إخلاء أراضي المطار، لكن لا أحد يستجيب، وهو ما قد يؤجج سعير نزاع قد يودي بحياة الكثير من العسكريين والمدنيين معا. لأن الآن الزملاء كلهم في القوات الجوية قد مسحوا الأرض وقد قسموها ومعظمهم قد باعوها، وبعدين الآن أي تحرك لهم باقي هناك دم. أنا أقول لكم هذا الكلام، باقي دم. المشاركون في اللقاء التشاوري الذي انعقد أمس الأول في مقر محافظة الحديدة وجهوا بلاغا لرئيس الجمهورية وحكومة الوفاق والنائب العام يطالبونهم بنزع فتيل فتنة يريد منها أعداء الوطن ألا تنطفئ. عبد الحفيظ الحطامي، قناة سهيل، محافظة الحديدة.